السلام عليكم. في الفيديو ده هقولك ازاي تستغل فترة الاجازة بين الترمين. مبدئيا مفيش حاجة اسمها ان انت مش تاخد اجازة خالص ايا كان مستواك، لاني شفت كده بعض الاشخاص بتتكلم على ان انت لو انت يعني مراكم او ان انت مش لاحق زمايلك ان انت لا ما تاخدش ولا يوم اجازة ولا الكلام ده. وطبعا الكلام ده انا مش شايفينه صح، لان انت لو ما فصلتش مش هتعرف تكمل كويس. نقطة رقم واحد، بالنسبة لأولى وتانية ثانوي انتوا كده كده عندكم حوالي أسبوعين أجازة وهتخشوا الترم الجديد، فأنا شايفة ان انتوا تريحوهم تماما، تريحوا مفيش بقى روح الكورسات اللي جواكم أو ان انت تحضر لتالتة من دلوقتي، لأن سمعت ناس بتقول كده. طبعا ده مش صح. خد أجازتك كاملة عشان تعرف بعد كده تخش الترم التاني بطاقة كويسة وتخلص السنة دي على خير إن شاء الله، ونستعد بقى لتالتة ثانوي. على فكرة في اجازتك الكبيرة هقولك تعمل ايه علشان تستعد لتالتة ثانوي، ولو انت في اولى او تانية عندك فرصة كويسة، بس الفيديوهات دي يعني لسه هنزلها بعدين. هقولك ازاي تستغل فترة الاجازة لصالح بناء شخصيتك، السي في بتاعك، او لصالح تالتة ثانوي. عموما يعني الكلام ده سابق لاوانه ودلوقتي خلينا نتكلم في فترة الاجازة دي. اولى وتانية ثانوي عايزاكم تريحوا خالص. بالنسبة لتالتة ثانوي دلوقتي احنا في الفترة دي بنستنى عندنا 3 انواع من الطلاب. اينشتاين الثانوية العامة، وده اللي هو مش مراكم اي حاجة وماشي بالظبط ومراجع، وممكن كمان يكون اشترك في المعسكرات اللي المدرسين عملوها وظبط الدنيا معاه. في طالب بقى اللي هو الطالب الرمادي، ولا الدنيا سودة قوي ولا الدنيا بيضة قوي، ولكن هو في النص، ولا منه مراكم قوي ولا منه مخلص المنهج. تالت طالب معانا كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. والطالب ده على فكره هي النسبه الاكبر حاليا، او يعني الرسائل الاكتر اللي جات لي اللي هي طالب مراكم الدنيا او لسه ما بداش، او يعني مش لاحق زمايله، او ما راجعش حتى، او مراكم حل. كل ده تحت بند كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. طيب بالنسبه للطالب رقم واحد، انت بما ان عندك متسع من الوقت وان انت كويس، برضو مش معناها ان انت خلاص تاخد الاسبوع كله اجازه. شايف ان انت ممكن تاخد يوم، وفي اليوم ده تستغله بان انت تخطط لباقي الاجازه والباقي الاسبوع والباقي السنه هتعمل فيها ايه. فاصحى خد شاور كده وظبط نفسك، اعمل فطار اللي انت بتحبه، كل حاجه انت بتحبها، روق الاوضه روق المكتب، ولا تخطط لباقي الاسبوع. وممكن تنزل تخرج مثلا مع اصحابك. ومش معنى ان هي اجازه يعني ان انا لازم اقضي طول الوقت على الفون او كده. اقعد مع اهلك لو انت مفتقدهم، انزل مع اصحابك لو انت بقالك كتير ما خرجتش. بلاش الجيم في الفتره دي، لان انت تاني يوم كده هتبقى مكسر وهنبقى خدنا اكتر من يوم. كده انت خلصت الاجازه بتاعتك، تعمل ايه بقى بما ان انت اينشتاين الثانويه العامه ومظبط الدنيا؟ من رأيي ان انت تستغل الفترة دي في ان انت تحل قطع الانجليش اللي انت اكيد مش ملتزم بيها، والقراءة المتحررة والنصوص المتحررة والحاجات دي. حاول ان انت تحل قدر كبير جدا منهم وتجمع الكلمات الجديدة تحفظها. وممكن ان انت بعد كده تبدأ ان انت تراجع مثلا على جزئيات معينة في عرفت ان انت تراجع مراجعة سريعة على كل اللي فات، ده هيساعدك جدا. وفي نفس الوقت بما ان انت مش مراكم والدنيا مظبوطه معاك، ممكن ان انت تحط جدول منطقي وخفيف بحيث ان انت كل يوم بالليل برضو تاخد لك ساعتين كده راحه. بالنسبه بقى الطالب رقم 2 اللي هو الطالب الرمادي، احنا برضو ما عندناش رفاهيه الوقت، فهنحاول ان احنا نقسم الوقت ما بين ان انت تقسم نص الاجازه دي بان انت تخلص التراكمات، والنص التاني ان انت تحل قطع وتعمل زي الطالب الاولاني تحل قطع وتراجع على القديم. ومش هاخد اجازه، حاول تاخد مثلا نص يوم كده اجازه او 4 ساعات. اصحى خد شاور وظبط مكتبك وظبط الاوضه واقعد خطط للاسبوع كله، وبعد كده اقعد ذاكر حاجه خفيفه، واخر اليوم خد لك ساعتين كده رفه فيهم عن نفسك، اعمل اللي انت عايزه. كل ما تخلص التراكمات كل ما ده هيفيدنا في ان انت يبقى عندك وقت تحل قطع متحرره وقراءه، والقراءه يعني والنصوص والانجليش والحاجات دي، وتظبط نفسك كمان في الجوانب اللي هي معظمكم مش مظبطها دلوقتي. نيجي بقى للطالب رقم 3 اللي هو كتكوت ضعيف الجناح. كتكوت ضعيف الجناح انت اكيد مبوظ الدنيا جدا، والدنيا كمان متراكمه عليك، وان انت يعني في حاجات كتيره جدا واقعه منك بقى مش حالل والكلام ده. فحاول ان انت تقسم كل اللي فايتك على عدد ايام الاجازه، وتاخد برضو ريست بسيط جدا خطط فيه اللي انت عايز تعمله، وبعد كده تبدا ترفع عن نفسك حاجه بسيطه، شوف فيلم، شوف عايز تعمل ايه، تخرج ساعتين، او ان انت تعمل اكله انت بتحبها وهكذا. يعني حاول ان انت ترفه بترفيه بسيط عن نفسك، وباقي الوقت تقسم عليه اي الحاجات المتراكمه منك او المتاخره عليك، عشان لازم نخلص من الاجازه دي وانت مع زمايلك. حاول تحط ده تارجت بالنسبه لك، لان ده هيفرق معاك كتير جدا. لو خلصت التارجت ده قبل الوقت يبقى انت كده تمام، ورفع عن نفسك بعد كده باقي الاجازه. عارفه انه صعب ان انت اللي هم خدوه في كام شهر انت تضغط نفسك فيه يعني في اسبوعين، ولكن لو سمعت مجمع وحليت مجمع وقريت كده الشرح بسرعه كذا مره، الموضوع هيفرق معاك. انت تتبع سياسه التكرار، مش ان انا اخد وقت طويل في الحاجه، وده هيثبت معاك المعلومه. تحدد نفسك بقى انهي طالب فيهم. والله لو انت طالب مش مراكم اينشتاين الثانويه العامه، خد يوم اجازه، وكل يوم بالليل تاخد ساعتين اجازه بعد ما تخلص التارجت اللي انت حاطه. لو انت طالب رمادي ووسط، حاول ان انت تخلص المتراكم عليك وتبدا في خطه رقم 1 اللي هو اينشتاين الثانويه العامه. طالب رقم 3، قسم كل اللي متراكم عليك وكل المنهج على الاسبوعين دول، عشان
تبدا مع زمايلك الترم التاني وانت مظبوط. حابه اقول لكم يا جماعه انه اوعوا تراكموا عضويه، ولو انت مراكم عضويه حاول تلحق نفسك. ان بلاش الجداول اللي مش منطقيه، يعني بتحط لنفسك جدول في اليوم يكون مش منطقي، وده بيتعب لك نفسيتك لان انت كده كده مش هتلحق تخلصه. الناس اللي هتاخد ريست بالليل كل يوم بعد مذاكرتها، او حاول ان انت ما تسهرش بالليل على الموبايل لان ده هيخليك تسهر جامد او هيشتت تركيزك، وتاني يوم هتنام كتير وهتصحى مش فايق للمذاكره. بس ادعوا لي عشان كمان امتحاناتي قربت جدا والدنيا بايظه مني ومتراكمه وبحاول اخلصها، بس حاولت اخطف كام دقيقه كده اقول لكم فيهم الكلام ده لانه فعلا كلام مهم. بالتوفيق يا شباب، وان شاء الله خير وهتلحقوا كمان. يعني لسه في مراجعات ولسه في حاجات كتيره جدا، ما توتروش نفسكم، المهم بس ان انتوا دلوقتي تستغلوا كل دقيقه عندكم. سلام.